ازيك يا كيمو حبيبي، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله حبيبي، ماشي الحال. ماشي الحال. يعني لسه من شويه جالي تليفونات كتير، في كلام على كابتن حسن اقاله من الفريق العربي القطري. كلمتك قلت لي احنا قعدت مع المسؤولين في النادي العربي واتفقنا على فسخ التعاقد، فعايزين نعرف منك التفاصيل بالظبط يعني. لا، هو التفاصيل يا كريم ما فيهاش تفاصيل يعني. انا لما جيت النادي العربي جيت على سمعه النادي العربي واسم النادي العربي وشعبيه النادي العربي. دي خلفيه اللي كانت عندي يعني. ما شفتش الفرقه وما شفتش استدعاءات للفرقه على اساس ان دول نادي كبير ونادي بطولات وبتاع، فالواحد يعني بيقدم على الحاجات دي على اساس ان ايه يعني بيتحدى ان احنا نحقق حاجه، لان بقى لهم يجي 15 17 سنه ما حققوش حاجه والكلام ده. تمام. طبعا لما جيت يعني مش عشان ما اشرحش كتير واخد من وقتك كتير يعني. لا براحتك، احنا عايزين نعرف برضه التفاصيل. النتائج ما كانتش بالشكل اللي يتناسب مع وجودي ومع اسم النادي العربي. حصلت شويه حاجات كده، وخاصه في موسم الانتقالات اللي جايه. انا اتكلمت معاهم وان احنا لازم في تغيير، وخاصه واتفقت معاهم على حتى اللاعبين يعني الاغلبيه تبقى للاعبين المواطنين. عارف انت ازاي؟ عايز لعيبه مواطنين يعني غير الاجانب كمان، ان لا يعني عايز مواطنين غير الاجانب، وبعدين الاجانب لما يجي دور الاجانب احنا هنغير فيهم. وطبعا كان في ناس لازم تتغير فيهم وبتاع والكلام ده كله، لان هنا الانديه كريم مع اللاعبين المحترفين الاجانب في لاعبين موقفين الانديه على رجليها وبتاع. ايوه. هم خدوا الكلام ده على اساس ان انا راجل بتدخل في شؤونهم، وان انا راجل انا اللي عاوز اتفاوض وعاوز اجيب اسامي معينه وحاجات كتيره يعني جدا. هم يعني المفروض هم اللي بيشتروا اللعيبه يا كابتن حسن، عندهم لجنه فنيه هم اللي بيجيبوا اللعيبه. طيب مش انت كمدير فني المفروض هم اللي بيشتروا اللعيبه. كابتن حسن انت المفروض كابتن حسن انا هقول لك يا كريم. انت المفروض كمدير فني بتعرض عليهم اللعيبه اللي انت عايزها من غير ما بالظبط من غير ما اقطع كلامك يا حبيبي. بقول لك ان انا اتفقت معاهم ان انا هقول لهم والله ان المراكز النقص اللي عندي في المراكز كذا وكذا وكذا. الخمسه اللاعبين المحترفين اللي عندنا في ناس تقعد وفي ناس لا والله يعني ما فادوش الفرقه في حاجه والكلام ده كله بتاع. هم خدوا الكلام ده على اساس ان انا بتدخل في شؤونهم، وبالرغم ان ده من حقي يعني، ده من حقي كمدير فني ان انا من غير ما اسمي اسم اللعيبه اللي انا عاوز اجيبها، ومن غير ما اقول والله لا ده انا عاوز لعيبه من مصر، لا ده انا عاوز لعيبه من افريقيا، ده لا عاوز لعيبه من اوروبا واسيا. لا انا بقول لهم المراكز كذا، وهم كونوا لجنه انا من ضمن اللجنه. عارف انت ازاي؟ على اساس ان احنا نقعد ونشوف امكانيه مسانده او ضم بعض اللاعبين للفريق على اساس ان احنا نقوي الفريق عشان الدور الثاني على الاقل يبقى برضه في نتائج افضل كويسه. تمام. بس فهم خدوا الكلام ده ان انا بتدخل في شؤونهم، وان انا راجل مصمم على اسامي معينه. انا مش مصمم على اسامي معينه، انا هقول لكم المراكز وهعرض عليكم اسامي بعض اللاعبين وانتم لكم الحريه. بس برضه عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن حسن، يعني انت كمدير فني وبرضه كمدير فني كبير وليك اسمك، حتى لو صممت على لاعبين معينين ده حقك، اللي انت عارف اللعيب اللي انت جايبه ده منين او هيديك ايه في الفرقه. هو ده يا كريم اللي حصل، وهو حق ان انا اجيب كذا وكذا وكذا، وعارف ان في لعيب كذا، ويمكن اعطيتهم بعض الاسامي من لعيبه من عندنا من مصر، وبعض الاسامي لعيبه افريقيه موجوده في الدول العربيه وسدهاتهم موجوده وكل الكلام ده على اساس من خلال برضو بعض الايجنت دي للاعبين دول، هم اللي جابوا لي السدهات وبتاع وعرضت عليهم. بس هم فكروا ان انا بتدخل في شؤونهم، وان انا راجل مصمم على لعيبه معينه، وان انا وبتاع. بس لكن في النهايه قعدنا مع بعض وصفينا الامور، والاحترام زي ما هو موجود وكل حاجه موجوده. ودي موضوع مش مضايقني خد بالك اطلاقا يعني، لان انا اي مدرب معرض لحاجه زي كده. تمام. عارف ازاي؟ بس فانا النهارده يعني زي ما انت شايفني كده بتكلم معاك، انا مش متضايق من حاجه. لما هم جم قعدوا معايا وقالوا لي، قلت لهم قبل ما تتكلموا كان واضح، بالرغم ان احنا لسه جايين من التمرين خد بالك يعني. كنت لسه مخلصين التمرين شويه. يعني لسه جايين من التمرين من شويه يعني. لكن الامور يا كريم الناس محترمين جدا، واحنا بنحاول برضو ان احنا نتعامل بالاحترام، نفس الاحترام اللي احنا اتقابلنا بيه، كل الحاجات دي كلها وخلاص، واتفقنا على حاجات معينه. هو دلوقتي يعني اللي زي ما بيقولوا بقى لنا في قطر هي بعض الايام اللي من خلالها بنخلص اجراءات. ما انت عارف بقى موضوع الاقامه وموضوع تسليم السكن بتاعك وتسليم العربيه وما اعرفش ايه والكلام ده كله يعني. تمام يعني لا مفيش مشكله، وده ده طبيعي. لكن انت برضه لو احنا بنتكلم في التليفون قلت لي ان انا يعني قبل ما اروح العربي كنت لازم ادرس
الفريق التعاقد تم بسرعه. دي الحاجه الوحيده اللي انا قلت لك، دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اكون ندمان عليها. مش على التجربه، لا انا مش ندمان على التجربه، كان وضع طبيعي ان انا اخرج وان انا لازم اجرب. والحاجه الوحيده اللي انا ندمان عليها ان انا ما شفتش اي شرايط للفريق قبل ما تمسكه. زي ما قلت لك ان انا جيت وتعاقدت معاهم بناء على سمعه النادي العربي واسم النادي العربي وشعبيه النادي العربي في قطر. تمام. بس الكلام ده بقى على خلفيه بقى لها فتره طويله، لكن كان لازم اشوف الفرقه ولازم اشوف سيديهات للفرقه وماتشات للفرقه اللي من خلالها اقدر احكم واقول والله ان انا اكمل المشوار ولا لا. طيب، ودي الحاجه الوحيده اللي انا ندمان عليها، ودي اللي بتخليني افكر بعد كده لو تعاقدت مع اي حد لازم زي ما بيقول لك ان انا على الفرازه افرز الفرقه على الفرازه من فوق لتحت. بالظبط. طب انت بعد ما رحت يا كابتن حسن العربي هل صدمت من المستوى شويه او الامكانيات الفنيه بالنسبه للاعبين او الفريق؟ مش عاوز اقول ان انا صدمت يا كريم، لكن زي ما بقول لك اللعيبه الاجانب هنا، حتى انا لما قلت الكلمتين دول لما بقولهم معاك دلوقتي اول ما جيت انا قلتهم هنا فواخدينها عليا. يعني ايه اللي هو بقول؟ في لعيبه اجانب هنا محترفين موقفين الانديه اللي هم فيها على رجليهم بشكل كبير جدا. انا عندي بعض اللاعبين المحترفين يعني ما لهمش لازمه في الفرقه، هم ماسكين الحته دي عليا. رئيس النادي ماسك الحته وقال لك انا بنتقد اللعيبه، وده يعني الكلام ده مرفوض بالنسبه للنادي العربي ان انا انتقد اللعيبه وبتاع. هو كان في تصريح كمان للمدير الفني الفرنسي اللي كان قبل حضرتك. وبعدين احنا كريم يعني احنا ما قعدناش، ده احنا ما كملناش، ده شهر 25 يوم. شهر و25 يوم زي دي تدرسها لازم تقعد لك شهر ولا حاجه تدرس. احنا النهارده لما تيجي تحسبها بالظبط شهر و25 يوم. تمام. طيب يعني انا عايز بس ملهاش دعوه ولا بنتائج ولا غير نتائج. عايزك انت برضو كحسن شحاته او كمدير فني للعربي بقى، هنقول السابق ان انت خلاص التعاقد تم فسخه بينك وبين العربي. المدير الفني اللي قبل حضرتك لوشانتر قال لك حتى لو جابوا مورينيو يعني مش هيفرق مع الفريق. اللي قبلنا وهو ماشي قال لك حسن شحاته مش هيعمل حاجه مع الفرقه ولو جمعوا كل مدربي العالم عشان فرقه زي دي كذا. طب انت شايف ده؟ بس انا ما سمعناش الكلام ده كريم وما حطيناهوش في دماغنا. قلنا لا احنا هنروح وهنجتهد وهنحاول كنا نعمل كل ما في وسعنا ان احنا نحاول نحسن صوره الاداء ونحاول تبقى النتائج كويسه ونحاول زي ما بنقول نرجع النادي العربي لما كان عليه من انجازات ونجاحات وبتاع. طيب انت شايف ما ساعدتناش اللعيبه، ما ساعدتناش كده يعني. طيب انت بعد شهرين في تدريب العربي القطري شايف العربي يرجع ازاي كاسم كبير يعني وانت خلاص سبته دلوقتي؟ العربي لازم يا كريم يدعم يا كريم بلاعبين، والاهم من كل ده لاعبين مواطنين. ده الكلام اللي انا قلته لهم. اهم حاجه ان لو جبتوا لي لاعبين مواطنين مش هيبقى في مشكله للاعبين المحترفين ان انا ما غيرهمش. تمام. عارف انت ازاي؟ بالرغم برضه في بعض اللاعبين الجيدين وفي بعض 3-4 لعيبه في المنتخب. ايوه. لكن الامور صعبه جدا في الفرقه كده. طيب كابتن حسن الفتره الجايه هل فكرت الامور ايه ولا لسه شويه؟ هو انت عارف ان في عروض كريمه كتيره كريم وانت عارف. بس زي ما بقول لك بقى لازم على الفرازه، عارف ازاي؟ لازم بالظبط عشان ما اخدش تجربه ثانيه زي التجربه اللي انا خدتها واجي على اسم النادي وعلى سمعه النادي واسم النادي الكبير وشعبيه النادي، لكن اللعيبه يعني ما يبقوش زي قد المستوى يعني اللي انا ممكن اكون جاي عشانه. تمام. بشكرك كابتن حسن، هترجع انت بالسلامه ان شاء الله. شكرا يا كريم. في بعض الاجراءات يا كريم انت عارف بقى موضوع وحشتني اصلا، وحشتني بقالي شهرين ما شفتكش. تسليم الفيلا وتسليم العربيه وتسليم يعني اسبوع بالكثير كده تخلص الاجراءات على خير، 2-3 وهنيجي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا وترجع بالسلامه ان شاء الله. ويعني كان مهم ان كابتن حسن يتكلم عشان نعرف